بدأت ببسم الله في النظم أولا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد الهدى إلى الناس مرسلا وعتراته ثم الصحابات ثم من تلاهم على الإحسان بالخير هبلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجله العلا وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبلا الحدام متحبلا وأخلق به إذ ليس يخلق شدة جديدا موالي على الجد مقبلا وقارئه المرضي غرى مثاله كالتوجه عليه مريحا وموكلا هو المرتضى أمان إذا كان أمة ويمامه ظل الرزانات قنقلا هو الحوض إن كان الحريا حواريا له بتحري إلى أن تنبه وإن كتاب الله أوثاق شافعين وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سمعا متهللا هنالك يني مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز اجتلى يناشد في رضائه لحبيبه وأجدي به سنان إليه موصلا فيا أيها القريب متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والدك عليهما ملابس وأموال من التاج والحلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولو البر والإحسان والصبر والتقى لهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا الدنيا بأنفاسها العلا جزى الله بالخيرات عنا أئمة نقلوا القرآن عذبا وسلسلا فمنهم بدور سبعة قد توسطت العلا والعدل سورا وكملا لها شوه عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلا وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا فأما الكريم السر في الضيب نافعون فذاك الذي اختار المدينة منزلا وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصفاته المجد رفيعة كالثلا
ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كثير القوم معتلى روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معلما أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي وعنه تقبلا وأما دمشق الشام دار بن عامر فتلك بعبد الله ضابت محللا هشام وعبد الله وهو انتسابه الأكوان بالإسناد عنه تنقلا وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة فداعوا فقد ضاع شدا وقرنفلا فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضلا فذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإكرام كان مفضلا وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا روى خالف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا أبو عمرهم واليحسبي بن عامر محاض به الولا لهم طرق يهدى بها كل ضارق يخشى بها متمحلا وهن لواتي للمواتي نسبتها نصيب فانصب في نصابك مفضلا وأنا ذا أسأل لعل حروفهم يضوع بها نظم القوافي مسهلا جعلت أبا جدين على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصل سوى أحرف لا ريبة في اتصالها وباللفظ أستغني عن القيد ورب مكان كرر الحرف قبلها لمعارض والأمر ليس مهولا ومنهن للكوفي ثاء مثلثون وستاتهم بالخير ليس بأغفلا عانيت الأولى أثباتهم بعد نافعين وكفي وشام ذالهم ليس مغفلا وكوف مع المكي بالضاء معجما وكفي وبصر غينهم ليس مهملا وذو النقد شين للكسائي وحمزة وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا صحاب هما مع حفصهم عم نافع وشام سما في نافع وفتى العلا ومكي وحق فيه وبني العلاء قل وقل فيهما والياء
وحرمي المكي فيه ونافعون وحصن عن الكوف ونافعهم ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرط واقضي بالواو فيصلا وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضلا كمد وإثبات وفتح ومدغم وهمز ونغل واختلاس تحصلا وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك نعم وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان أخاه منزلا وأخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلا وفي الرفع والتذكير والغيب جملة وأقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا وفي الرفع والتذكير والغيب جملة وقبل وبعد الحرف يأتي بكل ما ومسدود به في الجمع إذ ليس مشكلا وسوف يسمي حيث يسمح نظمه حجدا معمر ومخوالا ومن كان ذا باب له في مذهب فلا بد أن يسمع فيدرى ويعقلا ألا فلبتها المعاني لبابها وسقط بها ما ساق عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنى بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلف الحياة وجهها أن تفضل وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجهها التهاني فانه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الأيادي تمدها أجرني فلا أجري بجوري فأخضلا أمينا وأمنا للأمين بسرها وإن عاثر فالأمون تحملا أقول لحر والمروءات مرؤها أخواتي المرآة ذو النور مكحلا أخي أيها المجتاز النظم ببابه ينادى عليه فاسد السوق أجملا وظن به خيرا وسامح نسيجه بالقضاء والحسنى وإن كان هلهلا وسلم لإحدى الحسنيين إصابة والأخرى اجتهاد غام صوبا فامحلا وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلح من جاد مقوى وقل صادقا لولا الوئام وروحه ضحى الأنام الكل في الخلف والقلى وعش سالما صدرا وعن غيبة فغب حضار حضار القدس أنغى مغسلا وهذا زمان الصبر من لاك بالتي غضب على جمر فتنجو من البلاء ولو
أن عينا ساعدت لا توكفت سحائبها بالدمع دماء وفضلا ولكنها عن قسوة القلب قحضها فيا ضيعة الأعمال تمشي سمعنا بنفسي من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا وضبت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير الغيب أصبح مفضلا فالضبا له والشوق يبعث همه والزندول بالقلب مشغلا هو المجتمع يغدو على الناس كلهم غريبا مستملا مؤملا يعد جميع الناس مولا لأنهم قضاه الله يجرون أفعلا يرى نفسه بالدم أولى لأنها من الصبر والألم وقد قيل كن كالكلب يقسيه أهله وما يتلي في النصف متمذلا لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعاتنا كل المكاره ولا ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم مما نسوه فيمحلا